السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة نمر أفريقيا. صحف فرنسا عن مواجهة مصر في أولمبياد باريس: سنلعب أمام المنافس الأضعف ويجب إنهاء رحلتهم. سلطت الصحف الفرنسية الضوء على مواجهة منتخب الديوك نظيره المصري في نصف نهائي منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024. وفاز المنتخب الفرنسي على نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف عن طريق ميتيبا، بينما عبر الفراعنة على حساب أورجواي بركلات ترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي 1-1. الصحف الفرنسية تحدثت عن مواجهة مصر وطموح أصحاب الأرض في الحصول على الميداليات الذهبية من خلال تأهلهم للنهائي عبر بوابة الفراعنة. صحيفة ليكيب قالت: خطوتنا القادمة أمام مصر. وفي حديثها عن مباراة الأرجنتين قالت الصحيفة الفرنسية أن الخطوة التالية ستكون أمام مصر، وأكدت أن مواجهة الفراعنة لن تكون سهلة في ملعب ليون. إذاعة مونت كارلو: الديوك في المربع الذهبي أمام الفراعنة. الإذاعة الفرنسية تحدثت عن مواجهة مصر بأنها الأولى للديوك في الأولمبياد الحالية أمام منتخب عربي، وهو وصيف النسخة الأخيرة من كأس أفريقيا للشباب أمام المنتخب العربي ومن كأس أفريقيا للشباب. صحيفة فون ميركاتو: الفراعنة لم يفشلوا في ركلات الجزاء. تحدثت الصحيفة الفرنسية عن تسجيل لاعب المنتخب المصري جميع الركلات الترجيحية التي أتيحت لهم، مع تصدي حمزة علاء لركلة من المنتخب البرجوياني. وتمكن منتخب الفراعنة من انتزاع تذكرة التأهل إلى نصف النهائي. جول الفرنسية قالت: مصر عقب فرنسا الآن. كتب موقع جول النسخة الفرنسية عن تأهل فرنسا لنصف النهائي بعد غياب 40 عاما، بينما مصر تعود منذ 60 عاما لنفس الدور وتشكل عقبة أمام أصحاب الأرض في ترقيهم إلى النهائي. أونزا مونديال: حان الوقت لإقصاء مصر. الصحيفة الفرنسية تحدثت بأن الفوز ضروري على مصر من أجل التأهل إلى نهائي أولمبياد باريس في مباراة ذات رهانات عالية على الديوك أمام الفراعنة. وبعد مشوار رائع للمنتخب المصري، فقد حان الوقت لإنهاء الرحلة يوم الاثنين. لوباريزيان: مصر المنافس الأضعف. في حديثها عن المواجهة بين مصر وفرنسا قالت صحيفة لوباريزيان أن مصر هي المنافس الأضعف في نصف النهائي بعد تخطي الأرجنتين، خاصة وبعد المعاناة التي عانى منها المنتخب المصري ضد باراجواي. الصحيفة الفرنسية في تقريرها كتبت معلومات خاطئة، وهي أن مصر احتلت المركز الثاني، ولكن الفراعنة تأهلوا في صدارة المجموعة الثالثة على حساب أسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.